صباح الخير عليكم خياتي، صباحكم بربحكم، صباح المال والعز والرزق والدرية الصالحة كامل في ديوركم ومجميع مرض بالشفاعة ان شاء الله يا ربي. نقولكم خياتي ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما راش مشتركه باش تلحقكم كل حاجه نديرها في قناتي تلحقكم باذن الله ان شاء الله. وكومونتير يكون شوف كيما نتوما انا تاني نتحفز نحط اكثر واكثر. فوالا هنا خياتي كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفه الكروك اللي هي دايره حاله في المقاهي وبجوج حبات تاع البيض خواتاتي وتخرج لكم كميه لاباس بها. بنتو رهيبه البنات صدقوني يجي بزاف بزاف هايل. هنا نحكم الكسرونه كيما راكم تشوفوا عندي نص كاس تاع السكر بكاس تاع الزيت عادي نباتي ونزيد نضيف لها نص كاس تاع سل عادي. نعاود معكم خياتي نحكم كسرونه كيما راكم تشوفوا هنا البنات. قلت لكم درت نص كاس تاع السكر وزدت لها كاس تاع زيت نباتي عادي ونص كاس تاع سل ونبقى نخلط البنات كيما راكم تشوفوا هنايا نخلطهم مليح مليح خياتي كيما راكم تشوفوا هنا معايا. ومن بعد هنايا ندي كسرونه تاعي بعد ما خلطتها مليح خياتي نحطها نديرها على نار قليله خياتي ونبدا نحرك بهذه الطريقه هذه. يعني ما نحيش يدي على الكسرونه وانا نبقى نخلط هكذايا. قلت لكم انا درت نص كاس تاع السكر بكاس تاع زيت نباتي عادي ودرت لها نص كاس تاع العسل. كيما راكم تشوفوا هنا البنات بعد ما نشوفوا هكا بدا يغلى لي كيما راكم تشوفوا هنايا بدا يخرج شويه دوك النبابل هذوك. نزيد نضيف له هنايا ملعقه تاع بيكربونات ملعقه صغيره تاع بيكربونات. وهنا لما كانش عندكم نتوما بيكربونات تقدروا نتوما تعوضوها بخميره تاع كيميائيه بصح هي من الافضل البنات يديروا بيكربونات يعني في هذه الوصفه هذه. فوالا هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما ضفت مغرفه صغيره تاع بيكربونات نبقى نخلط هكا كيما راكم تشوفوا هنايا. وقلت لكم هي ديروها على نار قليله نبقى نحرك هكاك البنات حوالي 30 ثانيه هكذاك. ومن بعد هنا البنات كيما راكم تشوفوا انا بعد ما نحيتها على النار ونبقى نحرك هكا بهالطريقه يعني ما نخلطش بزاف البنات. يعني قسمه تبرد لي هكا حوالي 5 دقائق 4 دقائق كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا يعني البنات لا كولور اللي داتها لي بزاف بزاف هايله وصدقوني هاد الوصفه هذه تجي بزاف هايله وبنينه بنتها بزاف يعني راهي باي صدقوني ديروها وما تندموش عليها. وقلت لكم نتوما ديروا لها مغرفات صغيره تاع بيكربونات اللي حبوا يديروا مشاريع. ولا كان نتوما ما عندكمش بيكربونات تقدروا نتوما تعوضوها قلت لكم بخميره كيميائيه. هي بصح البنات من الافضل ديروا يعني مغرفه صغيره تاع بيكربونات. فوالا هنا خياتي كيما شفتوا معايا هنا بعد ما بردت لي قلت لكم انايا كنت فريت شغل خلاف البنات ومن بعد وليت ليها بعد ما بردت لي. فوالا هنا خياتي. ومن بعد هنا واش ندير نحكم البيض. هنا خياتي البيض ندير الحبه الاولانيه هي الاولى يعني نخلطها قبل الملح كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا هكا كيما راكم تشوفوا. هنا نعاود معكم خياتي الوصفه قلت لكم نحكم كسرونه ندير نص كاس تاع السكر بكاس تاع الزيت ونص كاس تاع العسيله نخلطهم يعني مليح مليح خياتي. ومن بعد نخلي نديرهم على النار فوالا. ومن بعد ما خلطهم تدي لي ديك شويه ترفد لي الغليه ديك شويه ندير لها قلت لكم مغرفه صغيره تاع بيكربونات. نعاود لكم خياتي يعني بيكربونات. لو ما كانش متوفر معكم تقدروا تعوضوها بخميره كيميائيه. وهي بالنسبه لاصحاب المشاريع يعني من الافضل ديروا خمير عفوا ديروا بيكربونات قلت لكم مغرفه صغيره يعني نشربوا بها اللي نحركوا بها القهوه. هذه هي. فوالا هنا خياتي كنت درت الحبه الاولى كيما شفتوا معايا ومن بعد نزيد نضيف لها الحبه الثانيه. يعني بعد ما خلطها تخيبيا خياتي كيما شفتوها ومن بعد نضيف الحبه الثانيه. فهاد الوصفه هذه كما قلت لكم ونعاود لكم وصفه باثنين حبات تاع بيض فقط وتخرج لكم كميه لاباس بها وبنه رهيبه البنات يعني بنتها بنه على بالي لا ديروها ما تندموش عليها. فوالا هنا البنات بعد ما درت البيض تاعي نحكم الفارينه يعني نضيف الفارينه ماشي على خطره دائما البنات نقول لكم في الكاطو تاعكم جامي ديروا الفارينه تاعكم على خطره. دوك شويه يعني القوام اللي نتحصل انا عليه. ومن بعد نضيف لها كيس خميره كيميائيه كما راكم تشوفوا هنايا. فوالا نضيف لها كيس خميره كيميائيه تاع 10 غرام. ونزيد نضيف لها خياتي هنايا رشه تاع الملح. ونبقى هكا البنات يعني نلم في العجينه تاعي غير بشويه يعني نضيف الفرينه غير بشويه كما قلت لكم حتى يعني نلحق القوام اللي حبيته يعني العجينه تاعي تجيني شويه تلاصق بين يديا هذه هي.
كما قلت لكم هنايا ضفت الفارينه يعني وزدت لها كيس خميره كيميائيه ورشه تاع الملح، ونبقى هكا نضيف الفارينه غير بشويه حتى تلم العجينه تاعي. قلت لكم القاوم نحصل عليه خياتي هنايا تكون العجينه تاعي تتلاصق شويه بين يديا. سقوني هاد الوصفه البنات جربوها ما تندموش عليها، تجي بزاف هايله وبنتها بنه خياتي. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا هذا هو القاوم تحصلوا عليه، يعني العجينه تكون شويه تتلاصق بين يدين. ومن هنا نحكم البنات السنيوه تاعي كنت دهنتها هكا بالزيت. هي من الافضل البنات ما ديروش يعني المارغرين في السنيوه تاعكم، ديروا هكا زيت يعني دهنوها مليح البنات، ونديروا هكا كيما راكم تشوفوا، يعني نديرهم ديبوده هكا كيما كتشوفوا خياتي ولا حربوش. فوالا هكا كيما الطريقه هذه. هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما خرجتها من الكوشه يعني طابت لي من تحت، حمرت لي من تحت، ومن بعد طفيت عفوا شعلتها من الفوق، يعني درت لي هذا اللون حمرت لي من الفوق. دوكا نقطعها كيما راكم تشوفوا هنا، يعني نحي الاطراف هذوما، هاد الاطراف البنات يعني نحيهم. دوك تشوفوا واش ندير بهم مع الاخر. فوالا خياتي نحي هذوك الاطراف، نتوما حاولوا خياتي هنايا يعني ما تنحوش بزاف. وهنا يعني البنات يعني ليه طيب لكم يعني ما تاخذش معاكم كامل الوقت. فوالا بعد هنا نحكم يعني ندير المعجون البنات. هنايا انا درت في المعجون كما راكم تشوفوا درت القارص، يعني عصرت عليها القارص تجي واحد البنه البنات كي ديروا عليه المعجون القارص واحد البنه بزاف هايله. وبعد ندير هكا المعجون كما راكم تشوفوا هنايا، نحاول ندير لها كامل المعجون هكا. فوالا وما دوك الاطراف خياتي كيما راكم تشوفوا هنايا نحاول كنفتتهم بيدي كيما راكم تشوفوا هنايا نفتتهم كامل هكذايا. وقلت لكم خياتي يعني ما تشتش كامل معاكم الطياب ليه وانتوما درتوها ما تشتش معاكم الوقت وما تشتش معاكم الطياب، باسكو تجي هاد الكروكي هدايا يجي بزاف خفيف خياتي. فوالا هنايا بعد ما فتتهم كيما راكم تشوفوا هنايا نحاول هكا نديرهم من الفوق المعجون كيما راكم تشوفوا من الفوق كامل هكذايا نحاول نسقمهم. هذه هي. فوالا خياتي بعد ما درتهم كامل هكا كيما راكم تشوفوا قلت لكم هذوك الاطراف فتتهم بيديا. دوك واش ندير يعني نقطع الكروكي تاعي عادي كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا البنات ديجا هنا كي راكم تشوفوا يعني يبان باللي خفيف. دوك نقطع معكم حبه وتشوفوها معايا. صدقوني هاد الوصفه بنتو بنه مظهروا يعني ما من الشكل تاعو بزاف هايل. ولا حبيتو حتى نتوما البنات يعني باش تكملوا تزينوه يعني حكموا شوكولا وديروا هكا يعني خيوط خفاف وديروها من الفوق تجي تدني مظهر تاعها بزاف هايل. فوالا دوكا نكمل هكذايا يعني نقطع الكروكي ديالي بجوج حبات تاع بيض خرجت لي كميه لاباس بها البنات. هذه هي خياتي كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما قطعت الكروكي تاعي كنت زينته هنا بهذه الطريقه هذه حاجه خفيفه خياتي. تقدروا حتى نتوما ديروا من الفوق خطوط تاع شوكولا ثاني يجي بزاف هايل. هذا الكروكي خياتي ما تندموش عليه، يجي بن ذوق رائحه لون يجي طري البنات ماشي كيما الكروكي اللي نعرفوا حنا التقليدي، يجي بزاف هايل. على بالي اذا جربتوا هذه الوصفه تولوا تعتمدوا عليها. بجوج حبات تاع البيض وتخرج لكم كميه لاباس بها وفوق هادشي كما قلت لكم بنه رهيبه. هذه هي خياتي لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله ما يكونش ثقيل على قلوبكم، وباذن الله البنات حندير معكم هاد السمانه باذن الله كتب ربي كنا ملحيين نحط لكم روتين بزاف هايل خياتي. نقول لكم ما تنساونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما راهيش مشتركه باش تلحقكم كل حاجه نديرها في قناتي روتينات ووصفات باذن الله. ونقول لكم تهلاو في رواحتكم وتهلاو في وليداتكم، نخليكم في رعايه الله وحفظه. في الامان.